السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي، قناة وصفات أم ياسمين. نتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وفي احسن الاحوال. اليوم البنات كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشارك معكم هاد لونطخومي ديال كراميل شوكولا. صراحة كتجي رائعة ولذيذة ومعلكة، وغادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو غادي نقطعها لكم وغادي تشوفوها معايا كيفاش غادي تجي. الصراحة كتجي شي حاجة رائعة وشي حاجة بروفيسيونال، يعني داكشي خطير جدا. يعني كتجي بحال احسن من ديال الباتيسري، والله العظيم الا احسن من ديال الباتيسري. ما عليكم غير تتبعوا الغرامات نيشان، لحقاش لا باتيسري ما كتبغيش زيد ناقص. وغادي ندوزو المقادير على بركه الله. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نحتاجوا ل3 الوريقات ونص ديال الجيلاتين. هنا كنحسبهم معكم باش ناكد لكم، لحقاش مع ما كيبانوش، داكشي علاش كنحسبهم هكا قدامكم. عندنا 350 غرام ديال لا كريم فريش، وعندنا 125 غرام ديال الحليب، عندنا 60 غرام ديال الصفار ديال البيض، هذا بالنسبه لا كريم انجليز. وعندنا 60 غرام ديال الجليكوز و40 غرام ديال السنيده، وواحد القريصه صغيره ديال الملحه. بالنسبه لا كريم فريش غادي ندخلها للثلاجه حتى نسالي لا كريم انجليز ديالي. بالنسبه لصفاره البيض كيف ما كتشوفوا معايا غادي نعاود ليه غادي ناخذ القياس اللي بغيت، لحقاش تما كيفاش صايبت البسكويت جوكونط خبيت هذاك غطيته بالسلوفان حتى احتاجيته. غادي ناخذ منه 60 غرام. ضروري الميزان البنات، لحقاش ما يمكنش نخدموا هاد لي غاتو هكا بلا ميزان، ضروري جدا. صافي كنزيدوا الحليب، كنزيدوا داك الجليكوز ديالنا، كنمشيو نحطوها فوق البوطه. كنقصوا عليها مزيان مزيان البنات، وكنحبسوش نهائيا من التحراك. صافي وحتى كتقال لينا شي شويه، يعني ما كتقالش بزاف. بالنسبه اللي عنده ترمومتر راه كيعبر بالترمومتر، اللي ما عندوش يعني الوقيته اللي نديروا المعلقه هكا ديال الخشب ولا سباتيل فاش كنفزقوها بداك لا كريم، كندوزو صباعنا هكا. راه نوريها لكم في الاخر. انا اليوم خدمت معكم بلا ترمومتر، لا في الكلاصاج لا في كلشي، يعني غير كندوزو يدينا هكا. كت سميتو تبان لك راه بقات، يعني بقى داك الفراغ، يعني ما تجمعاتش. الا تجمعات كنخليوها شي شويه، يعني الوقيته اللي كتبغي تبدا تبقبق هكا تبغي تغلي، صافي نطفيو عليها البوطه، يعني ما نخليوهاش تغلي وتبقى تطبخ. صافي غير تبغي تطلع فيها هكا الغليه، صافي نطفيو عليها وندوزو باش نكملوا المراحل اللي باقيين. هنا راه خليت لكم المراحل كلها قدامكم، يعني راه اي واحد يقدر يوجد، خص تكون غير يعني الاراده هكا، ونصايبوا اي حاجه في الدار. المهم البنات التحراك ضروري، ما نحبسوش منه نهائيا باش هذاك البيض ما يتكللش لينا. ولا بغينا نسرعوا في سميتو في الطياب ديال هاد لا كريم انجليز، غادي نسخنوا الحليب قبل، يعني ماشي نفيضوا ولكن نسخنوه مزيان حتى يقرب يفيض، ونطفيو عليه البوطه. وديك الساعات كنبداو نزيدوه على داك البيض، ولكن كنحركوه بالجهد، يعني باش البيض ما يطيبش، ما يديرش لينا داك الحبيبات ولا كويرات هكا يبقى لينا في سميتو، يخسر لينا المنظر. انا راه مره كيف ما كتشوفوا معايا كنحبس الفوي باش نشوف واش وصلت يعني لدرجه الغليان ديالها ولا لا. وقبل ما نشعل عليها البوطه البنات كنفزق الجيلاتين هي الاولى، كندير واحد سليفه هكا ولا نفزق دوك الوريقات باش لقيتها اللي نحيد داك لا كريم انجليز ديالي من فوق البوطه، نعصرها مزيان ونحطها فيها. يعني ما نكونش عاد ديك الساعات غادي نفزقها، لحقاش خصها تكون باقا سخونه باش تذوبها لينا، ومن بعد كنزيدوا الشوكولا. بالنسبه الجيلاتين البنات، يعني يدينا فاش كنكونوا خدامين هكا، خصوصا فشي حاجه سخونه، واصلا فاش كنخدموا يعني كتكون يدنا شويه سخونه، الا قصناها ديريكت كتلصق لينا في يدنا. راه كتشوفوا فيا كنفزق يدي شويه بالماء عاده باش كنهزها نعصرها وكنلوحها في سميتو، لحقاش الا كانت يدكم ناشفه وسخونه كي غتهزوها غتلصق لكم في يدكم وغتضيعوا منها يعني شي غرامات. صافي كيف ما كتشوفوا معايا زدت الجيلاتين، غادي نخلط مزيان تنتاكد منها بانها دابت. وغادي نزيد الشوكولا. بالنسبه لبنات الشوكولا ضروري يكون غيش باش يعني يكون على الاقل 55%. انا خديت هنايا 75% باش يكون كيعطي واحد المذاق زوين بزاف، يعني واحد الحاجه غنصايبوها بالشهوه، وهذا من الاحسن نصايبوها يعني بكاليتي مزيانه.
صافي كيف ما كتشوفوا معايا كنخليه واحد هكا واحد 30 ثانيه هكا. لما كيدخل لي السخونيه كنحركو مزيان حتى يذوب. وكندوز باش غنطلع ديك لا كريم فريش، غنطلعها مي مونطي، يعني ما نطلعهاش تتوقف، غنخليها شويه مرخوفه. بالنسبه في هاد الوقيته البنات كيكون البرد، راه تقدر هذيك لا كريم اونغليز فاش غنزيدو فيها الشوكولا وهذا تقدر تبدا يعني تبرد تقصاح شي شويه. نقدروا نديروها في بان ماغي وغير ندفيوها شي شويه باش هكا تطلق لينا. كيف ما شفتوا معايا بعد ما طلعت لا كريم فريش مي مونطي، رجعت شونتي مي مونطي. غادي ماشي شونتيي، رجعت مي مونطي، يعني ما طالعاش بزاف باش نكونوا فاهمين على هاد القضيه، باش ما تعذبناش وفي نفس الوقت كتعطينا واحد لا تيكستور خطيره. كنزيدها على 3 دفعات، يعني كنزيد الثلث ديالها الاول كنخلط بالزربه، الثاني كيف ما كتشوفوا معايا هو قدامكم، يعني من الفوق لتحت، يعني ماشي نخلطوا هكا بالزربه، من الفوق لتحت من الفوق لتحت حتى كنكملوا الخدمه ديالنا. صافي من بعد غادي نكون في هاد الساعه غادي نكون موجده الكيك ديالي، يعني البسكويت جوكوند ولا جينواز ولا باش ما بغيتو تخدموا ولا الداكواز، يعني اي حاجه بغيتو، ولا البراوني، اي حاجه بغيتو تخدموا بها كتكون يعني كطبقه رئيسيه لتحت، وكنزيدو فوق منها الكروستيون، شي حاجه اللي ضروريه في هاد لي غاطو. المهم اللي بغى يديروا هاد بالنسبه للبسكويت جوكوند والطبقه المقرمشه غنحط لكم فيديو في صندوق الوصف، اولا نحطو لكم في اول تعليق، نخليه لكم هو الفوقاني. اللي بغات سميتو الطريقه ديالو غادي نخليه لكم تماك، راه فايته حاطه. كيف ما شفتوا معايا ديك الكروسيون، يعني كنثبتوها مزيان بالظهر ديال المعلقه باش تجينا الطبقه متساويه ومقاده. كنزيدوا الكريمه كيف ما شفتوا معايا كنقادوا لها الوجه ديالها مزيان، وكنفينيو يعني الجنيبات ديال المول ديالنا باش ما يجيناش مجلخ هكا من على برا. صافي وغادي ندخلها شويه تشد في راسها تقريبا واحد نص ساعه ولا ساعه، وغادي نزيد الطبقه الثانيه، حيت هاد لاموس ديال الشوكولا دغيا دغيا كيجمد، خصوصا هاد الكحل. صافي غادي نزيد الطبقه المقرمشه كيف ما كتشوفوا معايا بالظهر ديال المعلقه، كنثبتها مزيان مزيان وما كنورقوش بزاف باش ما نبغجوش ديك سميتو. اولا نقدروا نديروا البسكويت جوكوند وندخلوه حتى يجمد مزيان، عاد ديك ساعات نضغطوا عليها بالظهر ديال المعلقه باش نقادوها مزيان، يعني باش يجيونا دوك الطبقات متساويين، وغادي نشوفوا معايا في اخر الفيديو. صافي وهنا الا كنا موجدين لاموس ديالنا، راه يعني هاد المرحله ضروري نكونوا موجدين قبل ما نبداو في اي مرحله. يعني بالنسبه للطبقه الاولى ديال الجوكوند فوق منها الكروسيون، يعني كنوجدوها قبل ما نبداو نخدموا في لاموس ديالنا ديال الشوكولا، يعني دائما تكون موجوده قبل. وهنا غادي ندوزو للمقادير ديال لاموس الكراميل. بالنسبه للسكر غادي نحتاجو 200 غرام، 3 الورقات جيلاتين، 300 غرام ديال لا كريم فريش، واحد 24 غرام ديال مايزينا، وغادي نحتاجو 160 غرام ديال الكريمه من غير 300 غرام اللي غادي نديرو في الاخر. بالنسبه ل 160 هي اللي غادي نخلطو مع الكراميل. صافي البنات هادشي هذا هما اللي غادي نحتاجو. واحد القريصه عاوتاني ديال الملحه، دائما الملحه نديرو قريصه في اي حلوه كما بغات تكون هكا كتصحح لينا المذاق. بالنسبه للطريقه البنات كيف ما شفتوا معايا درت السكر وبوحدو، يعني فوق البوطه، الكاسرونه تكون ناشفه تماما من الماء. دائما راه شاركتها معكم، يعني من الاحسن يكون الكاسرونه ديال الالومنيوم خصوصا للمبتدئات، او لا نحاس. بالنسبه الى درتو لينوكس يعني راه كتشوفوا معايا راه كنحرك باش ما تحرقش ليا، والبوطه كتكون شاعله بحال الشميعه يعني قليله، ومره مره هكا كنحرك باش دوك اللي في الجناب ما يتحرقوش، يعني بحال اللي كنوزع عليه الحراره. وفي الحقيقه خصو يتحط فوق البوطه ويبقى تيذوب على خاطرو، ولكن ملي بدا سميتو بان ليا بدا كيطلق اللون من واحد الجهه خصني ضروري نحركو باش هكا يعني ما يتحرقش ليا، لان لا تحرق فيه غير واحد شويه واحد جنيب صافي كيمرار كله خصو يتحيد. صافي البنات كيف ما شفتوا معايا غادي نبقى نحرك حتى نوصل للون اللي انا بغيتو، اللي غيعطيني لون زوين في لاموس. صافي من بعد ما كيذوب تماما، يعني ما تبقى فيه حتى حبيبه ديال السكر ولا هكا، الوقيته اللي كنبداو نحركو بعض المرات كيتكونوا لينا واحد الكويرات. علاش انا مديره هاد المغرفه هكا مدوره، فاش كتبان لي ديك الكويره كنورك عليها هكا باش كتهرس وكتذوب. صافي كنكون موجده الكريم فريش ديالتي، يعني كنكون مذوباها شويه مسخناها شويه عفوا كيف ما كتشوفوا معايا،
وهنا في هذه المرحلة دائما ردوا بالكم ما يكونوش حداكم الوليدات الصغار نهائيا. صافي فاش كنبقى نحرك ويدي هكا ما نديرهاش فوق الكاسرونه، يعني كنميلها وكنحرك، وفاش كيبان ليا ديك الحراره طلعت بجد كنفخ جهه يدي باش داك يعني داك الصهد اللي طالع يمشي بعيد على يدي. صافي دابا غادي نزيد الزبده، غادي نجيب فوي وغادي نبقى نحرك حتى كتنسجم ليا مزيان، ومن بعد غادي نزيد ديك 24 غرام ديال مايزينا. الزبده ما عرفتش واش قلت لكم القياس ولا لا، المهم 40 غرام ديال الزبده. يمكن ما قلت ما عقلتش واش ذكرتها في المقادير ولا لا. صافي غادي نبقى نحرك مزيان حتى كيبان ليا داكشي ولا خليط واحد يعني منسجم، ومن بعد غادي نزيد الصفار ديال البيض اللي قلت لكم. غادي نخلط، ماشي كتكونوا اكثر من سريعين، يعني فاش كتبغيو تلوحوا البيض يعني تكون السرعه بزاف، يعني نحركوا بكثر من بالزربه، يعني شي حاجه، لان الا غير شويه طرخيتوا عليه غيدير لكم طريفات ديال البيض صافي ومشى لكم كلشي. هنا غادي نعصر عاوتاني جيلاتين كيف ما قلت لكم بحال المرحله الاولى في الزق يدي، ونعصرها ونلوحها ونخلط مزيان صافي. وغادي ندوز باش غادي نطلع ديك الكريمه. هنا بالنسبه الكراميل يعني كيبقى شاد الحراره ماشي مشكل، يعني بشويه بشويه علينا. وفي حاله كيف ما قلت لكم الا شفتوه يعني هكا تعطلتوا عليه ولا بقيتو حتى وجدتوا يعني شي مرحله خليتوها معطله ولا هذا، غديروه في الباماغي، يعني غير يدفى شي شويه صافي يتسلق هكا وتخدموا به. انا راه مازال سخون شي شويه كنبرد فيه، ماشي بحال الشوكولا، يعني الشوكولا دغيا كيجمد لان ما فيهش بزاف ديال سميتو الحراره ديالو ما طالعاش بزاف، وفي نفس الوقت ما كاينش شي حاجه كثيره اللي غتبقى تتبرد. صافي البنات غادي نبدا عاوتاني لهذاك لا كريم ميمونطي، غادي نبدا نزيدها على 3 دفعات كيف ما كتشوفوا معايا. الاولى بالزربه، هذه كقاعده خذوها في سميتو. المره الاولى بالزربه، الثانيه من الفوق لتحت، الثالثه عاوتاني من الفوق لتحت، باش هكا باش يبقى فيه هذاك الهواء، يعني باش يبقى خفيف، يعني الا خلطناه بالزربه غادي يرجع لينا بحال سميتو ما يبقاش مزيان. صافي البنات بعد ما غنتاكد مزيان بان ديك الكريمه تخلطات ليا مزيان، غادي نجيب المول ديالي من الكونجيلاتور. هنا هاد المقادير راه داروا ليا 2 حليوات هما اللي غادي تشوفوا معايا في الاخر ديال الفيديو، يعني راه تبارك الله كتخرج مقادير. هاد المقادير واخا كيبانوا لكم زعما قلال، راه كتخرج واحد الكميه مهمه تبارك الله. وبالنسبه الى خدمتو يعني بالشوكولا غيش وبالمقادير مزيانين شويه كيطلع في الثمن، ولكن شي حاجه اللي رائعه في المذاق. صافي غنقادو ليها الوجه مزيان، ضروري نملسوها مزيان وندخلوها الكونجيلاتور تبات فيه على الاقل ليله كامله. اقل مده هي 6 سوايع 7 سوايع، اطول مده يعني حتى الغد ليه، ولا تقدروا توجدوها حتى يومين ولا هذا قبل تخلوه في الكونجيلاتور حتى نهار تبغيو تكلاصيوها. هادشي اللي كاين البنات. وغادي ندوزو باش غادي نوجدوا الكلاصاج ديال الكراميل. بالنسبه للمقادير ديال الكلاصاج غادي نحتاجو 350 غرام ديال الماء، 350 غرام ديال السنيده، سكر حبيبات. غادي نحتاجو واحد 10 حتى 15 غرام ديال الشوكولا، يعني نقدروا نزيدو بشويه بشويه باش كنصحوا اللون ديال الكراميل. عندنا 25 غرام ديال 24 غرام عفوا ديال المايزينا، 5 الوريقات ديال الجيلاتين ونص. وبالنسبه للكريم فريش عندنا 300 غرام. بالنسبه للطريقه البنات نفس الطريقه ديال الكراميل اللي درت معكم المره الاولى. هنا كيف ما شفتوا معايا غادي نفزق الوريقات ديال الجيلاتين، عندنا 5 الوريقات ونص، غنخليهم يفزقوا باش يكونوا موجودين لقيت اللي نسالي. وهنا بالنسبه للمايزينا يعني من الاحسن نخلطوها هكا بهذه الطريقه كتجينا سهل، ما كنخليوها حتى الاخر، كنخلطوها في الاول مع لا كريم فريش ديالنا صافي. وغادي نقابلوا داك السكر، يعني ضروري نكونوا واقفين عليه، والبوطه تكون شميعه، يعني راه وريتها لكم في الاول كتكون ناقصه بزاف، يعني مهم باش ما يتحرقش لينا سميتو باش ما يتحرقش لينا السكر. صافي مره مره غير كنديو نجيبو هكا الكاسرونه. في حاله الا وقع لكم بحال اللي وقع لي في لاموس الاول فاش كنت كنوجد لاموس، يعني كيبدا يبان لي ديك التحميره من جناب، كنبدا هكا نحرك بشويه بشويه. الصراحه هاد المغرفات بهذا الشكل كيساعدوا بزاف. وصافي كنبقى مره مره كنحرك مره مره هكا حتى كيوجد ليا تماما وكنوصل اللون اللي انا بغيته، ولكن حذاري انه يتحرق،
لانه فاش كيذوب كامل يعني دغيا دغيا كيتحرق، دغيا دغيا، يعني خصنا نردو البال غير وصل اللون صافي نبداو نزيدو الماء. وبالنسبه للماء البنات من الاحسن يكون سخون شويه، لا هو ولا لا كريم فريش، باش هكا ما يعني دغيا 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 كيوجد لينا. وفاش كنبغيو نزيدو الماء، انا هنا راه غادي نخدم معاك، خدمته غير بالماء بارد، راه عرفتي كيطير بواحد الطريقه ما نقولش لكم. المهم تردوا البال مزيان، ودائما يدكم فاش تبغيو تحركوا ميلوا شويه المغرفه منها كتحركوا، ولا ديروا شي وحيده كبيره وبعدوا يديكم الفوق. صافي هنا البنات راه قريب يوجد معايا، راه كيف ما كتشوفوا معايا كنطقطق دوك الحبيبات اللي بانوا ليا باقيين شويه تجمعوا هكا، باقيين صحاح، كنطقطقهم هكا باش كيذوبوا. الصراحه هاد الطريقه جاتني ساهله، يعني من الاحسن ما كان منها ما كنغفلوش عليه، كنبقاو يعني متحكمين فيه. ومنها يعني الا خليناه هكا تيذوب كتبقى مغطي داك السكر من الفوق، كيبان لك راه باقي ما دايبش، ولكن من التحت راه شي قنيته جالسه كتحرق. اللهم كنبقاو نحركوه هكا بشويه وردوا بالنا. خصنا غير نعرفوا كيفاش نتبعوا المراحل من الاول حتى الاخر باش هكا ما يخسرش معانا. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هنا راه تقريبا يعني بديت كنتحصل على اللون اللي بغيت. وفي هذه المرحله البنات دائما المقادير يكونوا محطوطين حدانا، يعني خصوصا في هذا الكراميل، يعني داكشي يكون حدانا موجود، يعني غير يعني حدا يدي، ما نتسناش نمشي عاد ناخذ الماء ولا عاد ناخذ ولا عندنا بار شي حاجه، ولا ضروري يكون داكشي موجود لان ما كيتسناش. يعني فرمشه عيني ممكن يتحرق لكم. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بديت كنزيد في الماء، راك شفتوا الفقاعات مازال هنا راه مزربه الفيديو. صافي كنبقى نحرك، هنا راه كيدير واحد الطريفات يعني كيتكلل، ولكن ما نحبسوش من التحراك نهائيا حتى كيذوب كامل. ديك الساعات ملي كيذوب وكينسجم غادي نزيدو عليه داك النشا ولا كريم فريش. وفي نفس الوقت التحراك ما نحبسوش نهائيا باش ما يتفرقش لينا على بعضياته، يعني حتى حاجه ما كتعزل على بعضياتها. صافي هنا غادي نجيب لا كريم فريش اللي قلت لكم. صافي وكنحركو بالخف، يعني ضروري تكون شويه ديال السرعه باش هكا ينسجم لينا دغيا دغيا. يعني غير كتبغي حتى هو طلع فيه الغليه كنطفيو البوطه، وفي نفس الوقت كيبان لنا داكشي انسجم كنطفيو عليه البوطه وندوزو فوق الطبله ديال الخدمه باش نكملوا وناخدو جيلاتين نعصروها ونزيدوها عليه، يعني غير نحيدو من فوق البوطه نعصرو داك الجيلاتين نلوحوها فيه، نخلطو مزيان حتى نتاكدوا منها بانها دابت. بالنسبه للاموس الاولى البنات، الى المهم الا حسيتو بها بانها فيها شي طريفات ولا شي حاجه نقدروا نصفيوها قبل ما نزيدوا ليها المرحله الاخرى ديال لا كريم فريش باش هكا ما تجيكمش فيها شي طريفات ولا شي حاجه. بالنسبه للكلاصاج يعني نفس القضيه، الكلاصاج ضروري بعدا خصو يتصفى باش هكا يحيدوا منه اي حاجه، يعني اي حاجه اللي غتخسر لنا المنظر نحيدوها. هنا كيف ما كتشوفوا معايا بغيتو داك اللون ديال الكراميل راه كيجي زوين بزاف، يعني كيجي اللون ديالو طبيعي. هنا انا زدت شويه ديال الشوكولا غير باش نصحح ليه داك اللون، ومع درت ديك الطبقه ديال الكراميل شويه مفتوحه من الفوق باش هكا يجيني مزيان. ومره اخرى ان شاء الله غادي نخدموا معكم بلا شوكولا باش تشوفوا النتيجه ديالو كيفاش دايره. صافي هنا من بعد فاش زدت داك الشوكولا داب طحنته مزيان وصفيته. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى نضرب فيه بيدي بحال هكا، ونديرو فشي حاجه هكا طويله من الاحسن، شي غراف هكا طويل باش دوك الفقاعات كلهم كيتجمعوا الفوق. وهنا غادي نحط عليه السلوفان، يعني نحطو عليه ديريكت، يعني يكون لاصق عليه. منها غادي يحيد ليا دوك الفقاعات كيف ما كتشوفوا، ملي غيبرد شويه غادي نحيدو. ومنها ما كيعرق ما حتى شي حاجه، يعني حتى الا عرق ولا هذا ما غاديش يقطر ليا الماء الا غطيناه بحال هكا، كاين بحال شكل اللي كنديروا لا كريم باتيسير بهذيك الطريقه. كيف ما شفتوا معايا هنا جبت الكاطو ديالي من بعد ما بات ليله كامله في الكونجيلاتور. غادي ندير ليه سوشوار ولا شاليمو من الجناب ولا فوطه فازكانه ما عندكمش هادو بجوج،
كنديروا واحد الفوطان في الزكواب المسخون ونمسحوه من الجناب حتى كنحيدوا داك نديموا ليه باسهل طريقه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا الكلاصاج كنحطوه حدانا، ما حدو هو محطوط حدانا، وحنايا يعني انا كندير ميس هكا ولا شي حاجه اللي ما غتدخلش ليا الهواء، يعني كنحرك بدون ما ندخل ليه لا هواء لا حتى شي حاجه. بالنسبه للكلاصاج البنات فاش تبغيو تكلاصيو حتى كيبرد تماما، يعني كيبقى شي شويه بحال غير محيده منه السخونيه وصافي، محيده منه البروديه وصافي، يعني تقريبا بارد. الا كان عندكم الترمومتر كديروا 35 درجه، يعني ما يكونش سخون نهائيا، قد ما برد مزيان، ومره مره هكا نحركوه باش ما يديرش لينا ديك القطره القشره الفوقانيه عفوا. وفي نفس الوقت باش يجيكم بريون هكا، هانتوما غتشوفوا معايا الكاطو كيفاش داير، راه كيبين كلشي كيف ما كتشوفوا، راه كيجي بحال المرايه. يعني فاش كنبغيو نكلاصيو واخا برد كنحركو مزيان، عاد باش كنكلاصيو بيه كندوزو من جناب هو الاول، وعاد كنخويو يعني داكشي اللي بقى لينا كنديروه في الوسط باش تجينا الحلوه ديالنا مكلاصيه مزيان. هنا البنات هاد الديكور نسيت ما صورتوش ليكم. بلاستيك كيتباع بحال داك اللي كنزوقوا بهم الصابلي عند مولين المواد الحلويات. كنجيبوها كندهنوها بشويه ديال الزيت، انا راه نسيتها عذباتني شويه باش حيدتها. كندهنوها بشويه ديال الزيت وكنعمروها بداك لاموس ديال الشوكولا ولا اللي بغيتو، يعني الشوكولا ولا الكراميل، يعني اللي يعجبكم باش ديكوريو من الفوق. وصافي درتها في الكونجيلاتور حتى هي مع الحليوه ديالنا. والغد لي فاش بغيت نديكوري انا حيدتها هنا قدامكم وزينت بها، وكانت هذه هي الحليوه ديالنا كيف ما كتشوفوا. خديت هاد الشوكولا هكا اللي كيكون رولي صغيور زوقت به من الجناب. والتزيين البنات كيبقى اختياري، يعني لكم الاختيار في التزيين، يعني كيف ما بغيتو تزينوا تقدروا تزينوها. وهادشي اللي كاين، وهذه هي الحليوه الثانيه اللي وجدت معاكم، يعني نفس المقادير، نفس داكشي اللي درتو تما درتو تما، يعني هاد المقادير اللي درت معاكم خرجوا لي هاد الجوجات. هادشي اللي قلت لكم في الاول الفيديو، يعني بالنسبه لهاد المقادير اللي عطيتكم ديال كلشي، يعني لا الكلاصاج شوكولا لا لاموس شوكولا ولا لاموس ديال الكراميل ولا الكلاصاج ديال الكراميل، يعني كيصيب لكم جوج حليوات. بالنسبه للكلاصاج راه شاط ليا مازال، يقدر يزيدني حلوه، يعني هاد الكلاصاج يقدر يصيب لكم 3 ديال الحلوات في هذا القياس. بالنسبه للقياسات هذه فيها هاد المربعه فيها 20 على 20، والدايره فيها 22 في الديامتر ديالها في هذا القاعده ديالها. صافي البنات هادشي اللي كاين، وكانوا هادو هما الحليوات اللي وجدت معاكم، نتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. وهذا ما كان، شكرا لكم بزاف 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 البنات على الدعم ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. بصراحه لا بنات ولا ولاد ولا كيتقلقوا عليا الولاد ديال العائله كيقول لي واش عندك في القناه غير البنات، راه حتى حنا كنتعلموا. المهم شكرا لكم كاملين، وبهذه المناسبه كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على كل شيء. وبغيت نشارك معكم الفرحه ديالي ديال يعني القناه غادا للقدام الحمد لله، واخا ما بقيتش كنشارك بزاف، واخا ما بقيتش كنحط بزاف، الحمد لله كيدخلوا متابعين يوميا. وهذا الشيء اللي كيشجعني باش انني نشارك معكم. وحتى الا ما شاركتش راه غير الوقت والظروف يعني ما كتساعدش، راكم عارفين التصوير يعني كيشد الوقت يعني فيه تمارة، فيه بزاف د الحوايج. ونتمنى ان شاء الله يعني يكون عند حسن الظن ديالكم. هادشي اللي غادي نقول لكم، وشكرا لكم. وكيف ما قلت لكم بغيت نشارك معكم الفرحه ديالي ديال القناه وصلت ل 10000 ابوني. نتمنى ان شاء الله نزيدوا القدام ونوصلوها ل 100000 ونوصلوها ان شاء الله حتى المليون، علاش لا. وهذا ما كان البنات، وهنا قطعت لكم الحليوه باش تشوفوها كيفاش دايره يعني في لا تيكستور ديالها من الداخل كيفاش كتجي الصراحه رائعه 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 ولذيذه بزاف، ما نقولش لكم المذاق. خصوصا البنات الا خدمناها بيدنا الصراحه كتجي رائعه ولذيذه بزاف، وكيفرحوا بها الوليدات كيفرحوا بها العائله. زعما شي حاجه اللي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، احسن ما نبقاو هكا نشريو من الزنقه. وهذا ما كان البنات، كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله ما تنساونيش من البارطاج والمشاركه مع الاهل والاصدقاء. وهذا ما كان، بسلامه عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. خليت لكم راحه الله وتهلاو في روسكم، الى فيديو قادم ان شاء الله.